السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم عندنا فيه بزاف ديال الاخبار جديد المنتخب الكراكي اللاعبين المغاربه وما الى ذلك، وكما العاده غادي نبارطاجي معكم كل شيء بالمختصر المفيد. لذلك بدون اي اطاله يلا نبداو على بركه الله. اغرس ونبداو مع الخبر اللي كيتعلق وكيهم اللاعب ياسر الزبيري وحتى عبد الحميد ايتبودلال. اولا نحطكم في الصوره ونذكركم بلي في هذا الفيديو منذ 5 ايام هضرنا على المدرب حبيب باي والمشاكل ديالو مع لاعبين رين في الفيستير، وكنا طرقنا لذاك الموضوع بالتفاصيل مع وضعيه الزبيري، وباللي مغادرة المدرب هي مسألة وقت ليس إلا. الجديد في هذا الموضوع وهو رسميا نادي رين الفرنسي أقال المدرب السنغالي حبيب باي، أو البلاغ ديالهم قالوا فيه بالحرب. بدأت إدارة نادي ستاد رين إجراءات رسمية ضد مدرب الفريق حبيب باي ومساعدي أوليفي ساراغاريا وسيباستيان بيشارد ويان كافيزا. يعني كما سمعتوا صافي صيفطوا لك المدرب حبيب باي بحالته، هذه هي أحسن حاجة. بغينا الزبيري يكمل مسيرة التطور ديالو في جو هادئ ومثالي. أولي دركراك حد الآن مازال كتخرج عليه بزاف ديال الإشاعات، وقبل ما نعطيكم اللاصق اخر الاشاعات اللي كانت عليه كتقول بلي تسير الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في اتجاه ادخال تعديلات مدروسه على الطاقم التقني للمنتخب المغربي الاول. اولا تجديد الثقه في وليد الركراكي، ثانيا اتجاه لتعيين محمد وهبي مساعدا لربط الجسور مع الفئات السنيه، ثالثا امكانيه رحيل احد المساعدين الحاليين بن محمود او بوحزامه، رابعا الاستعانه بخبرات استشاريه يا اما سكيتي وفتحي جمال عمو تنيبه وباها. وهذا الشيء كامل غير فيك نيوز، راه حتى حنا طاحت عندنا بزاف ديال الاخبار منها وهبي غيكون مساعد للركراكي، ولكن ما بارطاجيناش معاكم لان اخبار غير مؤكده. راكم عارفين الا ما كانش الحاجه موثوقه بنسبه 100% بالمليار بالمئه ما غاديش نبارطاجيها معاكم. بحال مثلا البلان ديال انيستا، كان البعض كيقول لي علاش يا اسلام ما هضرتيش على هذا الموضوع، واش غنهضروا على الاشاعات؟ بلاص الا لاحظتوا موضوع انيستا ما بقاش كيتجبد نهائيا وتنسى، لانه ببساطه من الاول ما كان منه والو. بالرجوع لمحمد وهبي واللي كان كيروج بانه غيكون مساعد للركراكي والى اخره، فاليوم احد المصادر الموثوقه نفاد ذلك تماما. هذا من جهه اخرى كيبان باللي كاينه بعض الحملات ممنهجه ضد المدرب طارق سكيتيوي. مثلا كيقول لك باللي كاين جزء كبير جدا لا يستهان به في غرفه ملابس المنتخب المغربي ما مرحبينش بفكره سكيتيوي يكون هو مدرب المنتخب في المستقبل، وهذا الشيء حتى هو راه ما منه والو. الفكره فقط وهو سكيتيوي كما كنقولوا بالعاميه ما كيتصرفش. بمعنى اخر بعض الوكلاء او خلينا نقولوا المسترزقه كيوقف لهم في حلقهم، لهذا ما غاديش يصلح لهم سكيتيوي حقاش ما عندوش مع التسيب. وباش نوصل لكم الصوره مزيان غادي نخلي لكم مقطع فيديو ديال سكيتيوي من ايام كان مدرب المغرب فاس، باش تعرفوا علاش المسترزقه ما باغينوش يكون مدرب للمنتخب في المستقبل. وكل شيء كيتقاتل بحال اليوم على القميص. الناس ما عجبهمش الحال، ضربوني في داري. من بعد داك الشيء دخلنا مقابله اخرى في البطوله 3 ايام ولا 4 ايام من بعد. الناس ما داروش خدمتهم وما تيديروش خدمتهم وكيتدخلوا بحالك انت في خدمه ديال واحد اخر، كيتدخلوا في الجانب التقني. خصهم يعرفوا بان عبد ربه حتى واحد ما يدخل في الجانب التقني، حتى واحد ما. كصحافي ماشي كنسولك، انا جاوبتك قلت لك، وانا قلت لك انا كنجاوبك كنقول لك هذا ماشي اختصاصك، هذا ماشي اختصاصك. انا عطيتك مثال لان جاوبتيني في مسائل تقنيه كنقول لك ماشي اختصاصك، ونكمل الكلام ديالي. التاخر ماشي اختصاصك تاخر. انت شحال لعبتي الكره باش تعرف التخصص تاخر ولا ايه؟ واش كتهضر في التقنيه؟ علاش كتهضر في التقني؟ علاش كتهضر في التقني؟ كتقول لي التاخر ماشي تاخر. شحال لعبتي انت هاد الكره؟ اش كتعرف في الكره؟ اش كتعرف في الكره باش تهضر معايا؟ ايوا علاش كتجاوبني؟ علاش؟ كان لان جاوبتيني كنجاوبك، انا كنهضر دابا كنجاوبك. انت كتعرف، انت كتدخل بحال كما تدخلتي في اشياء لا تخصك. كنقول لك كاين الناس كيدخلوا في اشياء لا يخصهم. نكمل الكلام ديالي. من بعد دزنا لعبنا مقابله ديال لاكوب، مشيت بحالي ديك المره من الماس لانه ما خليتش الفساد في الماس. ودابا غادي نجلس معاهم باش نمشي بحالي، حيت عبدو ربي ما تخلياش لو كوتي تكنيك ديالي وما تطعنيش من اللور وما نخليكش دير خدمتك. انا راني داير خدمتي. كما سمعتوا كلام واضح وباين. الفكره كانت من هذا المقطع هو يتقربكم من شخصيه سكيتيوي طارق، عنده اغارس. لهذا بعض الوكلاء السماسريه ما خدامش لهم سكيتيوي طارق، واي كلام ضده بحال وراه معظم لاعبي المنتخب ما باغيينوش في داك الشيء، راه ما منه والو. بالمختصر المفيد حد الان التوجه اللي كاين هو استمرار الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي الى حين تاكيد رسمي من طرف الجامعه. وبما اننا كنهضروا على المنتخب، فمدرب نيجيريا اريك شير انتقد عدم معاقبه لاعبي السنغال في نهائي كاس افريقيا ضد المغرب،
بحيث صرحوا قلب الحرب. بالنسبه لي على الفيفا والكاف ان يتواصلوا اكثر ويحددوا قوانين كل شيء، وهذا سيساعد على التقليل من الجدل بالحديث عن النهائي ما هو القانون الذي يطبق في تلك الحاله. مثلا انا كلاعب اذا خرجت من الملعب للذهاب الى دكه البدلاء لشرب الماء ساحصل على بطاقه صفراء، يعني عندما اغادر الملعب عمدا انال بطاقه صفراء مهما حدث. هناك قرارات يجب اتخاذها، ولكن لاتخاذ القرارات يجب ان تعرف القوانين. وفي تصريح اخر المدرب إريك شير قال لك بلي الحلم ديالو هو يكون اول مدرب افريقي كيدرب نادي ريال مدريد. وعلى ذكر ريال مدريد فبالنسبه لي برايم دياز نفس السيناريو كيتعاود بالملي في كل مره، غير كيدخل كيماركي ولا كيعطي اسيس كتبدا الصحافه الاسبانيه تقول لنا هل هذا هو الوقت المناسب للانقضاض على رسميات. دياز اثبت نفسه من جديد، واش المدرب غيعطيه دور اكبر في الماتشات الجايين والى اخره. وفي الاخر كما عارفين ما كيكون والو. بل حتى المدربين عندك انشيلوتي تشابي الونسو واخرهم اربيرا وكاملين اشادوا بدياز بل ووعدوا باللي غيكون كاساسي وعاوتاني ما كيكون والو. الشفوي 10 على 10 ولكن الواقع زيرو. تخيلوا معايا حتى في غياب فينيسيوس رودريغو بيلينغهام في الماتش الاخير دياز ما لعبش كرسمي، فهمت سطر. المهم بعد الاسيس ديالو الصحافه الاسبانيه تحديدا صحافه الاس قالت لك باللي برايم دياز بات يضغط بقوه من اجل نيل مكان داخل التشكيله الاساسيه لفريق ريال مدريد في ظل المستويات اللافته التي بصم عليها خلال الفتره الاخيره سواء من حيث التاثير الهجومي او الحضور الذهني داخل المباريات. ورغم انه لا يزال يبدا اغلب المباريات من دكه البدلاء فدياز ينجح في استغلال الدقائق التي يحصل عليها بافضل شيء ممكن بفضل مرونته التكتيكيه وقدرته على اللعب في اكثر من مركز هجومي سواء كجناح او خلف المهاجم. واضافت الاس كذلك ان الاداء التصاعدي للنجم المغربي يضع المدرب الفارو اربيرو امام معطيات جديده ويطرق باب رسمي بقوه، وقد يصبح خيارا اساسيا في قادم المباريات اذا واصل على النهج نفسه. طبعا هذا الكلام سمعناه مليار مره وفي الاخر كما قلنا ما كيكون والو. وقبل ما يبدا الموسم قلنا بلي دياز هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه لاي حاجه غادي توقع ليه. اللوم على اللاعب فقط ماشي على المدرب ولا النادي، اولا يرفض عروض من انديه محترمه واختار الاستمرار مع الريال. اذا قولا واحدا هو المسؤول على الوضعيه ديالو ولا لوم كما قلنا على النادي او المدرب. هو راضي بالدكه فما عندك ما دير. سابقا كنا كنعطيو راس لاداره النادي وللمدرب شوشو انشيلوتي، ولكن دابا بكل صراحه وبكل امانه الخطا ديال برايم دياز. صافي شفتي العربون العام الاول والثاني ورغم ذلك بغيتي تكمل فتحمل. والمشكله الاكبر دياز طاح مع نوعيه لاعبين انانيين كلشي كيضغط ويدير المستحيل باش يضمن رسميا. وللاشاره وبعد هذا الكلام كامل اللي قلنا خرج تقرير اخر على برايم دياز من صحيفه الاسنيج، ما قالوش شي حاجه جديده، نفس الكلام اللي عارفينه على برايم هو اللي تقال. غير وفاد البارتيه في الاخر قال لك بلي برايم دياز يستعد لتمديد عقده مع الريال لغايه 2030. واصلا هذا البلان ديال تجديد العقد كنا هضرنا عليه من الصيف اللي فات. من ايام كانت اخبار كتقول بلي غادي ينتقل من الريال وكنا نفينا ذلك جمله وتفصيلا. دائما مع برايم وهذه المره مع اذاعه كادينا سير اسبانيا اللي جابوا انطونين بانينكا شخصيا صاحب ضربه جزاء الشهيره اللي تسمت باسم بانينكا، وهضر على بانينكا برايم دياز في نهائي كاس افريقيا. مبدئيا التصريح ديالو كاين بالصوت والصوره اللي غادي نعطيكم الترجمه ديالها. استغرق الامر مني عامين من التدريب اليومي المتواصل لاتمكن من تسديد ركله الجزاء بتلك الطريقه. انا مقتنع بان ابراهيم لم يتدرب عليها بالقدر الكافي لتسديدها بهذه الطريقه. لقد خطرت له الفكره فجاه في تلك اللحظه فسددها. اعتقد انه لهذا السبب لم يسجل. ايضا سولوه باللي كان اللي كيعتبر تسديده ركله الجزاء على طريقه البانينكا هي قله احترام، وجاوبهم لا اتفق. في تلك اللحظه اعتقد ان الطريقه المناسبه للتسجيل. في نهائي بطوله اوروبا لا يفكر المرء في السخريه من الخصم، لم تكن نيتي السخريه من احد. اعتقد انها افضل طريقه للتسجيل. بلال خنوس للاسف منذ عودتي من كاس افريقيا تراجع نسبيا المستوى مع نادي شوتغارت، وكاع غتكونوا لاحظتوا بلي ما بقيتوش كتسمعوا بلي سجل ولا عطى اسيس بحال اللي كان قبل الكان. على اين في الماتش الاخير كان خرج المدرب بين الشوطين والسبب ليست الاصابه او ما شابه ذلك. فحسب تصريح المدرب سيباستيان هونيز لصاحبه البلد الالمانيه كما كيبان لكم بالواضح، قال لك لم اكن راضيا عن ادائه وشعرنا اننا بحاجه الى ادخال حافز جديد هنا، وكان هذا السبب التبديل. ايضا سولوه كيفاش كانت ردة فعل الخنوس على الاستبدال ديالو مبكرا، وقال لهم لم اشرح له الامر ولم يكن ذلك ضروريا وسنناقشه لاحقا بهدوء. ايضا كاين واحد التصريح ديال ارسن فينغر كيدور في بعض المواقع المغربيه كيقول لك لا يمكن تصنيف المغرب حاليا مع المنتخبات الافريقيه، مستواهم يضاهي كبار المنتخبات الاوروبيه بسبب وفره النجوم والقيمه السوقيه للاعبيهم وجوده ادائهم. سيكون المغرب اكبر منافس لكره القدم الاوروبيه في كاس العالم القادمه، يمكنهم حتى الفوز بكاس العالم خلال النسخ الخمس المقبله. وهذا التصريح راه المصدر ديالو واحد الموقع نيجيري اللي هو هذا اللي قدامكم، وبكل امانه ما عرفش حجم الشفافيه ديالهم، ولكن على العموم هاد الهضره تقالت من بزاف ديال اللاعبين سابقين وهذا ما كان. والى هنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير كلامي ما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.